سلام، أنا جاية النهاردة أغير مفهومكم عن المطبخ الإيطالي، ويلا بينا نعمل مع بعض طبخة منه اسمها تشيكن كوزاميا. يلا بينا على المقادير. هنجيب بطاطس بقشرها ونقطعها بالشكل ده، وهنضيف لها كل البهارات اللي هكتبها لكم في الكابشن، وكمان زيت زيتون. هما في الوصفة بصراحة بيقطعوا بطاطس صوابع وبيحمروها، بس أنا مش بحب البطاطس تكون متحمرة، أنا بحب أشويها في الإير فراير لغاية ما تاخد اللون الحلو ده معايا، وبعد كده برصها في قارب البايركس. ويلا بينا على المكون التاني، الفراخ البانيه. هنقطعها بالشكل ده ونكون منضفينها، وبرضه هنضيف لها البهارات كلها اللي هكتبها لكم في الكابشن. ويلا بينا على النار وطاستي صديقتي الصدوقة. يلا بينا نحط اي كمان مادة دهنية عندنا، وهنضيف لها الفراخ طبعا بعد ما يكون الزيت سخن كويس جدا او السمنة، وبنغطيها تستوى كويس قوي. وبعد كده هنضيف لها كل المكونات اللي جاية: 4 أو 5 فصوص من الثوم مع فلفل حامي طبعا حسب الرغبة، وكمان هنضيف لها عصير ليمونة كاملة، وكمان هنكون مقطعين بصل جوليان وفلفل بارد زي ما انتم شايفين كده، وشوية بابريكا برضو حسب الرغبة، وكمان شوية صويا صوص بس يدوبك كده تتشوح، وبعد كده بننقلها فوق البطاطس بتاعتنا. ويلا بينا نعمل البشاميل مع بعض اللي بيودي الطبخة دي في حتة تانية: معلقة ونص من الدقيق، وكمان كوبايتين من الحليب البارد، والبهارات اللي انا هضيفها لكم في الكابشن، وبنرفعها على النار بدون ما نحمص الدقيق لغاية ما يبقى معانا بالقوام ده. وبنضيف جزء في الصينية من تحت، والجزء اللي فاضل بنضيفه فوق الفراخ، وبعد كده بنحط شوية جبنة موتزاريلا على الوش، وكمان بنزين الوش بزعتر، وبندخلها على الفرن لغاية ما تاخد الوش الحلو ده، لان كل حاجة يا جماعة مستوية، هي يا دوب بس بتاخد وش. الريحة قلب الدنيا، وبجد الطعم خيال. لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. ما تنسوش الفولو واللايك سبسكرايب، ولازم كمان تعملوا سيف للفيديو. وعايزاكم تقولوا لي كمان حابيني اطبخ من انهي بلد المرة اللي جاية، واستنوني في وصفة جديدة. باي باي.